السلام عليكم يا عم امين، لو سمحت عايز لمبة فينوس الليد. لا، ده انا هديك لمبه ليد هتدعي لي عليها وعلى ضمانتي يا استاذ لماح. اهم حاجة تكون اضاءتها قوية وبتعيش علشان ابني يعرف يذاكر عليها. طبعا وهيطلع من الاوائل ان شاء الله. ايه الاخبار؟ طمني. اول ما خدت اللمبة كان اضاءتها قوية، وبعدها بشهر اضاءتها ضعفت، وابني مش عارف يذاكر عليها ومحتاج اركب لمبة جنبها تانية علشان يدوب تنور له. ولا يكون عندك فكره، انا هديك لمبه المره دي لمبه حكايه. ايه اللي جابه ده دلوقتي؟ كفاية كده يا عم امين، واديله اللمبة اللي نورها ما بينخفتش وعمرها طويل وضمانها حقيقي، وبلاش تدخله في دوامة تغيير اللمبات من تاني. اتفضل يا استاذ لماح، لمبه فينوس الليد وربنا يعوض علينا. وعلشان محدش يقع في الفخ ده تاني، هعرفكم الفرق بين اللمبات الليد من فينوس واللمبات الليد اللي مصدرها غير معروف. لمبة فينوس الليد بتوفر لك اعلى اليومن باقل واط. يعني اسال على اليومن ولازما يكون عالي، واسال على الواط ولازما يكون قليل، بس اهم حاجه اليومن وواط وعمر حقيقي، مش كلام على العلب. واليومن ده شده الاضاءه، اما الواط فهو الاستهلاك. طب وازاي الناس تعرف ان الكلام اللي على العلب ده حقيقي؟ ريح نفسك وهات لمبة فينوس الليد، لانها من شركة اسمها معروف و53 سنة من الخبرة. وكمان لمبة فينوس اعلى استثمار، يعني لو اشتريت لمبة ب50 جنيه هتوفر لك 1300 جنيه، ولو اشتريت لمبة ب100 جنيه هتوفر لك 2400 جنيه، وفلوسك هترجع لك بعد اول 1000 ساعة تشغيل. انت لو اشتريت اي لمبة ليد عادية هيكون نورها في الاول قوي، وبعد شوية هينخفض بشكل كبير ومش هتعرف تذاكر عليها، وهتشتري لمبة تانية وتالتة وكمان رابعة، وكل دي تكاليف هتوفرها مع لمبة فينوس الليد. اضاءتها ثابتة طول عمرها الطويل 25000 ساعة، ونالت ثقة الهيئات والحكومات ومعظم الشعب المصري. ويبقى كده ما عندكش اي حجة يا عم امين.